التلبينة وصانا بيها الرسول في الحزن وفي الهم وفي الفقد كمان. والقرع العسل من أحب الأكلات عند الرسول. تيجي نشوف لو جمعنا الاتنين في طاجن هيحصل إيه؟ اول حاجه انا عندي كوبايتين من حليب وعندي كوبايه ميه وثلاث معالق كده مقلبظين ومقلوظين من دقيق الشعير، يعني كل كوبايه سائل عليها كوبايه كده مقلبظه ومقلوظه من دقيق الشعير. هنديهم بقى تقريبا في التانية على النار لغايه ما يبقى القوام كده زي البشاميل، بس حاولي تخليه على النار شويه عشان يستوي كويس. عندي بقى نص كيلو من قرع العسل سلقته وصفيته كويس. احنا هنهرسه بس هرسه بسيطه كده عشان احنا هنديله فرمه كده بالهاند بلندر او بالخلاط زي ما تحبي. معانا بق صغير يعني حوالي 3 معالق من الحليب، ومعلقه كده برضو مكلبظه ومقلوظه من الزبده، وهنحط كمان معلقتين ل3 كبار من عسل النحل. هنديهم كده تقليبه ونركنهم على جنب ونعمل بقى البشاميل الحلو. عندي معلقتين مكلبزين ومقلوزين كده من الدقيق مع كوبايتين حليب. عندي 4 معالق سكر، تقدري تستبدلي بعسل لو عايزه بس انا فضلت السكر. وعندي معلقه من الزبده، وهحط كمان فانيليا. يعني زي ما قلنا كل كوبايه من السائل نحط عليها معلقه كده مليانه مكلبزه ومقلوزه من الدقيق. هنحط بقى البشاميل ده على النار وهنبدأ بقى نقلبه يمين وشمال وهنسيبه يستوي كويس عشان برضو طعم الدقيق يبقى مستوي. ويتقل البشاميل وهركنه. وكان عندي كده شوية عيد الجمل على شوية لوز كده كسرتهم بالسكينة أو فرمتهم خشن. تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه. أنا حطيت المعلقتين كبار من العسل على التلبينة وما حبيتش أسوي العسل على النار. حطيت طبقة من التلبينة هنا، خدي بالك بقى عشان أنا غلطت غلطة، حطيت معلقتين من القرع العسل. لا، انا هحط ربع الطاجن من التلبينه وهحط المكسرات. وبعد كده انا عندي تمر شايله النوايا بتاعته كده او البذره بتاعته ومقطعاه فصصاه فصوص كده ورصيته مع المكسرات. وبعدين هحط طبقه القرع العسل، وبعدين هنزل باخر طبقه هي البشاميل، وهحط معلقتين قشطه كده. لو ما عندكيش قشطه تقدري تحطي قطع صغيره كده من الزبده. وهندخل الطاجن ده الفرن. شوفي لي الجمال، شوفي لي الحلاوة، شوفي لي السعادة اللي هتحسي بيها وانتي بتاكلي بقى طبقة التلبينة كده مع المكسرات والتمر وطبقة القرع العسل مع طبقة البشاميل التحفة الغني الفظيع اللي انا عملته ده. ودوقي لي الجمال بقى. عايزة اقول لكم اقسم بالله سعادة لا تتخيليها، طعم روعة وفوق الروعة. اتمنى تجربوها. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد وبس خلاص.